السلام، مساء الخير عليكم. واش راكم يا ناس يا حبابي زينين في حلاتي شطات كوزين ومشيمات؟ دائما نجيب لكم حاجه شابه. واش جبت لكم اليوم؟ كسره محشيه. واش نقول لك يا لاله، بنتها بنه بمقادير بزاف بسيطه واقتصاديه. الا حبيتي تشوفي هاد البنه اللي جبتها لك تاع نهار اليوم، تابعيني حتى الاخير واكتشفيها معايا. السلامة يا البنات، انا رجعت لكم ورجعت معايا الوصفه تاعي. كيما نبداو دائما بالعاده، نبداو بالحاجه الاولى اللي نخلوها تبرد ومن بعد نروحوا للعجين. نبداو الباكيتيلا. بسم الله صلوا على النبي عليه الف صلاه وسلام. ان شاء الله جمعه مباركه. كيما عودتكم دائما نجيب لكم حاجه جديده ان شاء الله. برك الفيديو تاعي يلقاكم كامل بالصحه والهنا. عندي في مقلاة، عندي كميه شويه تاع صدر يعني رحيته، وحبه بصل مليحه يعني متوسطه، 4 سنين تاع الثوم، 2 مغارف تاع الزيت، مغرفه صغيره تاع مارغرين، رشه تاع الملح. راح نخلو يتقلاو مليح هذا البصل مع الدجاج حتى يدبال ويطيب لنا هذاك الدجاج تري بيان. ومن بعد واش راح نضيفوا له توابل عادي كيما موفين نديروا، يعني بشويه تاع صدر يعني يعني نقولوا فوق ربع تاع صدر تاع الدجاج، ودرت به واحد الكسره قوجه من هي كسره عملاقه ما شاء الله كلينه، وقعدت ربي يبارك مع اللبن. واش نقول لكم في هذا الشتاء ما شاء الله كسره سخونه مع البينه رحمتك يا ربي. كيما قلت لكم هامليك لي زيبيس. هنا عندي مغرفه كبيره تاع قزبر، ايبيس تاع اللحم الا ما كانش عندكم ديروا راس الحانوت، شويه تاع زعتره، شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، مغرفه تاع طوماطيش تاع الباطا، او مغرفه تاع العكري، يعني ماشي مغرفه كبيره تاع العكري، مغرفه صغيره. هامليك توابل راح نكتبهم لكم في الفيديو هنايا في على الفيديو باش ما تلفلكمش. راح نخلي هذا الدجاج تاعنا والبصل يطيبوا مليح، ونرجع لكم بعد حين باش نكملوا الطريقه. هنايا بعد ما طاب لي هذاك البصل والدجاج كيما كنتو تشوفوا، شوفوا تبدل كامل لا كولور تاعهم، يعني فريمون طابوا. خليتهم مده مليحه، غطيتهم وخليتو دبال. هذاك الملح يعاونهم باش يطيبوا. حكمت هذوك يعني التوابل اللي حطيتهم راح نديرهم معاهم ونخليهم يتخلطوا. خلطوهم مليح، ساعه على ساعه نخلطوا هذاك الدجاج يعني اللي راهو مرحي باش ما يقعدناش يعني كعبر كعبر هكذا مراسم مراسم. نسيو نحركوه ساعه على ساعه باش يتفتت لنا ويجينا مزربع. راح نخلط هاد لي زانغريديون مليح ونخليهم يدخلوا في بعضهم ويزيد يكمل طيابو هذاك الدجاج والبصل. انا ما نحبش البصل يقعد مغزغز، نحبه طايب، خاصه راجلي يحب البصل طايب ما يحبوش مغزغز في فمه. راح نكمل نطيبها. راح كيما كنتو تشوفوا هنا زدت لها شويه فقط تاع الماء باش تعاون هذاك الدجاج تاعنا يطيب وما تحرقناش المقلاة ديالنا، مي بصح ما تغفلوش عليها. راح نخليها طيبا على جانب، نخليها تبرد مليح، ونضيف لها شويه تاع المعدنوس يكون خضر مشعشع الله الله عليه. ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله باش نكملوا مع بعض طريقه كيفاش راح نديروا العجين تاعنا اللي ساهل ماهل تاع هاد الكسره. راح نخليها على جنب وروحوا ديروا معايا وصفه العجين. رانا رجعنا هنا مع بعض باش نكملوا الطريقه تاع العجين. واش راكم؟ ان شاء الله يلقاكم فيديو تاعي كامل بخير بصحه والهنا، صحه شتيوتكم، صحه برودتكم، يعني ما شاء الله ربي يرحمنا. ديك النعمه يا اختي محلاها ديك الرقده وانتي تسمعي في الرعد والشتا وتبروري، يا اختي نعمه ولا احلى منها. هنايا في البيتخا ولا عادي في غيسيبيون تقدروا ما تستعملوش كامل البيتخا. انا يدي شويه اليسرى راهي توجع فيا، كي يجي البرد توجعني. عندي هنا في الغيسيبيون حطيت كيما شفتوا كيله سميد متوسط سيم وكيله فارينه تاع البركه. درت لهم ملعقه صغيره سكر، ملعقه صغيره خميره الخبز، وملعقه تاع الملح، ونخلطوا كامل هكذا. ومن بعد يعني خلطوا قبل هذيك الخميره والسكر، ومن بعد ضيفوا الملح باش يدفع لنا هذاك العجين. يعني مش راح نخلوه يخمر بزاف، نخلوه يريح حوالي ربع ساعه 20 دقيقه قسما نوجدوا كامل لي زانغريديون اللي قعدوا لنا. حكمت هنا درت لها 3 مغارف تاع زيت زيتون، لازم زيت زيتون باش تجيكم القرمشه وتجيكم بنينه. اني اكدت لكم على زيت زيتون، ما ديروش زيت عادي، من فضلكم 3 مغارف ما داو ما جابوا. راح نخليها هكذايا. واش راح ندير لها؟ راح تاخذ لكم كيله تاع الماء حوالي، راح تقعد لكم منها شويه، راح نوريكم شحال قعدت لي منها. يعني حنتحصلوا على كيما نديروا كسره عادي عادي كيما حنديروا كسره. شتو كيما نديروا كسره عادي هكذا كي تعرفي نورمالمون لي ميزور شحال ديري الكسره باش تجيك خبيزه ديالك. هاي ليك خليتها تعجنت هنا، ها هي عجين تاع كسره عادي. ها هو قعدت لي شويه قلت لكم من هذيك الكيله قعد لي فقط شويه حوالي 4 منها، يعني 4 ولا شويه فقط فوق 4. هاي ليك تحسينها على عجين طري. راح نخليها انا قلت لكم تريح حوالي ربع ساعه حتى 20 دقيقه قسما نوجد الطاجين ونوجد لي زانغريديون راح نزيدهم مع هاد الكسره ديالنا.
نوجد كلش قدامي ومع بعضها، ونرجع لكم بعد حين يعني هكا بعد لحظه باش نكملوا الطريقه تاعنا تاع هاد الكسره البنينه اللي جبتها لكم نهار اليوم. انا رجعت لكم، هاي لك هذيك الكسره ديالي، يعني خليتها ريحه قلت لكم 20 دقيقه، قسمتها انا على 2، حطيت الطاجين تاعي سخون يعني بنار متوسطه، حكمت انا العجين قسمته على 2، حطيته فوق البابي كويسون على شكل دائري كما كنت تشوفوا راه واضح كلش في الفيديو. بسطتها حليتها هنا حوالي 1 سنتيمتر، حوالي 1.5. هاي لك هذيك الحشوه تاعي بعد ما بردت، شوفوا شحال جات شابه، يتبان باللي بنينه. درت لها انا شويه معدنوس بعد ما بردت، نحكم نفرش كامل هذيك الحشوه ديالي هكا من الفوق، سيو ما تلحقوش الاطراف باش ما يخرجناش الحشو في الطاجين ولا كي تكون طيب. هكذا نستف كامل هذاك الحشو ديالي. سي زرت لكم شويه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وانا كنت حليت الاخرى كيما هي بنفسها، حليتها بنفس لابيسور ديالها يعني القوام تاعها. كنت هنا فخوماج بورسيون اللي يكون عندكم في الدار يعني اللي متواجد، احكموه وديروه هكا كامل مراسم يعني تختها بالفرامج، واش نقول لكم جات متختخه يعني جات بنينه 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 فوق ما تتخيلي. حكمت انا شي موتزاريلا، هنا درت شي موتزاريلا، ما كانش عندكم استغنيوا عليه، ديروا جبن واحد اخر كومونبير ولا جبن اي اللي كان متوفر عندكم. حكمت انا شويه كيما كنتو تشوفوا، زدت لها شويه فخوماج غابي، خيروا نوعيه مليحه باسكو كاين اللي تجي فيها واحد الكوت قوشه كي تاكلي في لاجافيل، يعني خيروا النوعيه المليحه. كاش نهار نوريكم الماركه اللي راني نشريها. حكمت بالحلال هذيك يعني الطبقه الاخرى واني نفرش فيها فوق هذيك، ونسي نضغط مليح في الاطراف، نضغط مليح غير بصبعتي، ماشي نديرو هكا ونطلعو ونعبزو، لا باش ما تجيناش هذيك في الاطراف تجينا خشينه، سيو ديروها رقيقه باش كي تجيو تاكلوا ما يحسوش كاين خشينه العجين. هاكو تشوفوا غلقتها غير هكا بصبعتي ودرت لها شكل شباب. انا حنطلعها بالبابي كويسون هذاك لو من تحت، نعاون روحي به هذاك البابي كويسون، يعني سهله تقدروا ترفدوها ماهيش عجين جاري، راح يساعدكم. هاوليك هذاك البابي كويسون رفدتها بكل سهوله كما كنتو تشوفوا. راح نحكمها هنا نحطها فوق الطاجين ساعه نحركها هكا باش يجي الوجه تاعها كامل احمر وطيب لنا نفس اللون. تحركوها كل مره، حركوها شويه، هاي ليك نارك تشوفوا فيها قليله ماشي قويه، نحب نوري لكم كلش. راح نخليها هنا على هذيك الجهه طيب ونوريها لكم. بعد ما خليتها طابت وقعدت غير نحرك فيها ساعه، تروحي بطبس يكون قد حجم هذاك تاع الطاجين، روحوا غير بالعقل، يعني انا قريب طاح لي من بعد توكلت على ربي. هاي ليك باش نوريكم كامل، ما نخلي عليكم حتى حاجه، قلبتها بكل سهوله، يعني فقط شدوا مليح هذاك الطاجين باسكو راهو سخون، وقلبتها. هاي ليك الكسره ديالي، ونقلبها ونزيد نطيبها من الجهه الاخرى، نطيبها من الجهه الاخرى، ونقعدوا غير نحركوا فيها، ما تعبزوش عليها بالحطبه، تكيو عليها بالحطبه. علاش قلت لكم ديروا نار قليله باش طيب لكم يعني مليح من الداخل، ما تجيكمش معجنه، لو كان تكيو عليها ما راح طيب لكم من الداخل. علاش قلت لكم هذه الطريقه. راح نكمل نطيبها يا لاله ونحمرها، وروحي تكتشفي لي ديك القنبله اللي جبتها لك تاع نهار اليوم. عسلامة يا البنات، راني جيت وجبت تاعي الكسره تاعي الحميمه، الله الله ما شاء الله عليها، واش نقول لك داك الزين وداك البنه ديك يتشهي مع كاس البن، واش نقول لك ما شاء الله في هذا البرد تبردي بها قويمك، واش نقول لك. هنا دهنتها بشويه تاع زيت زيتون من الفوق، الله الله باش تزيد تجي بنينه، واش نقول لكم الريحه راهي تعبق تاع زيت زيتون، جات مقرمشه وطايبه الله الله كيما يحب الخاطر، وجات متختخه بالفرامج، واش نقول لكم واحد البنه طاحوا عليها العائله. راهي ما تزيدي لي ماما شويه راجني منا، جات بنينه يا محاينك. اعبك واحد صافي بليزي مع البرد هذا والله غير هايله هكا سخونه ما شاء الله. كاين اللي يحب كل واحد كيفاش يحب يدير الحشو، تقدروا تستغنيوا على الدجاج ديروا فيونداشي، عفوا حصلت لي، تقدروا تستغنيوا ديروا فيونداشي، ديروا اي حشو متوفر عندكم، تقدروا كيما تحبوا تبدلوا فيها. يعني انا عطيت لكم طريقه وانتم بدلوا طريقه الحشو، جات بزاف هايله، راهي سخونه مازالها سخونه، جات متختخه بالفرامج، والبنه راهي تتعسل منها، بن هايله تاع ديك الحشوه. ان شاء الله عجبتكم هذه الكسره البنينه اللي جبتها لكم تاع نهار اليوم، ما تراطيوهاش بزاف بنينه خاصه في هذا البرد، هايله تليق بهذا البن في هذا يعني البروده. جربوها ما خسرتوا والو، ولا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع احبابكم ان شاء الله، باش تعمل افاده وتكبر المشاهده. انا قلت لكم جبتها لكم تقتل بالبنه، راح تعجبكم ان شاء الله وتعجب عائلتكم. ما تبخلوش عليا بالمشاهده، وخاصه المشاهده وكلمه طيبه وجام بارطاج. مازال وصفات بنان وشابين مستناو فيكم في الايام المقبله، تابعوني وحفزوني وشجعوني،
وجربوا الوصفة ما تبخلوش بها، ونتلاقاو إن شاء الله في الأيام مقبلة، ونخليكم إن شاء الله على خير. مع السلامة إن شاء الله.